لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من الحكايه فهتلاقيها ظهرت فوق دلوقتي. خلص كل الاجزاء وتعالى كمل من هنا. ولو انت من متابعين الحكايه خلينا ندخل بسرعه لانه الاحداث وقفت عند لحظات ناريه وقتالات اسطوريه، فعايزك قبل ما نكمل تتفاعل مع الفيديو والقناه كلها علشان نوصل للقمه في اسرع وقت. والصلاه على النبي اهم من اي حاجه، ويلا بينا نكمل. وبنروح لبطلنا كيونج وهو بيتفادى ضربة بارك اللي بتكسر الارض، وبتكون ضربة قوية جدا، وبيكون بطلنا اخد مسافة كبيرة لورا وما بيستناش بارك لحظة كمان، وبيهجم على كيونج بسرعة وبيضرب كيونج بسيفه، ولكن بطلنا بيمسك السيف بايده ولا كأنه حاجة، وبيضرب في نفس الوقت بارك بالرجل وبيطيره لبعيد وبيخبطه في احدى المباني اللي من قوة الضربة بيكسرها. وبيقوم تاني بارك وبيجمع نفسه وبيقول له تمام خش عليا يا كيونج، وبيكون جسمه كله بيرتعش، ولكنه بيهجم برضه على بطلنا وبيتفادى بطلنا الضربة وبيديله بوكس بيطيره بنفس طريقة الضربة الأولى، وما بياخدش بارك نفسه وبيمسك السيف وبيهجم على بطلنا، بس قبل ما بيقرب منه بطلنا بيديله بوكس بيركنه تاني، ولكن بارك بيكون معاند على الآخر وبيهجم مرة تانية وبيضربه بطلنا تاني، وبيفضل يكرر كده كتير لحد ما بياخد ضربة وبيقع وما بيكونش قادر يتحرك تاني، وبيحاول يمسك سيفه وبيقول لبطلنا احنا لسه ما خلصناش، فبيقول لبطلنا ايه اللي خلاك ما تتحولش لوحش؟ كنت هتقدر تقاوم اكتر من كده. فبيقول له بارك ده مش مبدئي، وبيقول له كيونج مبدأك ده مش هيخليك تحمي اي حد، وبيقول له بارك اسكت يالا انت مش فاهم حاجه، ولكن قبل اي كلمه تاني بينهم كيونج بيرفع رجله وبيضرب راس بارك في الارض وبيكسر الارض من قوه الضربه، وبيقول له كيونج انا عارف حاجات اكتر منك. وبنروح لريم وبنلاقي المدير بيقول لها الدنيا فيها قلق، فبتقول له ريم عارفه كل حاجه، وبتتضايق انه كيونج ده واقف في طريقها قوي، وبيقول لها المدير تقدري تمشي من المكان طالما دوائر الطاقه ما اتدمرتش كلها في نفس الوقت الدنيا كده هتكون امان. فبتقول له ريم انت مفكر كيونج ده هيقدر عليا؟ وبيقول لها المدير كيونج مش زي اللي في بالك، ده شخص قوي جدا. وبتقول له انا مش عارفه مالي بس كيونج ده مش خصمي. وبيقول لها المدير صح كده ومش عيب انك تاخدي بالك من نفسك. وبتقول له ريم انت ما فهمتش، انا قصدي ان كيونج ده مش قدي اصلا. وبتبدا تستخدم سحرها وشكلها مش ناويه تجيبها لبره، وبتبدأ تحرك الناس اللي على وشك التحول لقدام المبنى اللي هي عليها، وبتكون مخططة تشتت بطلنا انه هل هيقدر يقتل ناس ما لهمش ذنب في كل ده ولا لا. وبنشوف كانج وباقي الفريق وهما بيواجهوا اخصامهم، وبنلاقي كيونج طاير بسرعة الصوت وبيكون متجه ناحية ريم، وبينزل قدام المبنى اللي ريم عليه، وبيلاقي الناس اللي على وشك التحول قدامه، وعايزك انا بقى تستعد للقتال الناري اللي جاي ده. بنلاقي ريم متعصبة وبتجمع هجوم على بطلنا وبترميه عليه، وبيحذر النظام بطلنا انه لو اتفاداه هيأذي الناس اللي موجوده دي، وبينصحوا انه يتجنب الهجوم ده لانه قوي جدا. ولكن بطلنا بيتضايق من خبث ريم وبيجمع قوه في قبضته وبيضرب الهجوم وبيعكسه على ريم اللي بيكون على وشك انه يدمرها، ولكن بيدمر المبنى من جنبها. وبتتعصب ريم اكتر وبتنزل بسرعه بين الناس وبتضحك زي المجنونه، وبتقول له عجبتني قوتك دي يالا، وبتقول له انت كنت شايف نفسك قوي لما ما كنتش قدامك. فبيتعصب بطلنا وبيقول لها انا عندي بس طلب واحد منك. فبتستغرب ريم وبتقول له طلب ايه ده؟ وبيقول لها مش عايزك تستسلمي وتعيطي في الاخر. وبتنفجر قوته وبتضحك ريم وبتقول له انت عبيط ياض ولا ايه؟ انت بتقول لي انا استسلم؟ وبتطلع منها جناحات فجأة وعينها بتضيق احمر، وبتقول له مواجهتك ليا مش اختيار واعي يا كيونج. وبتأمر كل الناس المتحولين وبتقول لهم يهجموا على بطلنا فورا، وبيبداوا يعملوا كده بجنون، وبطلنا بيكون هادي جدا. وبننتقل من القتال ده لقتال كانج اللي بقى قريب لانه خصم ريوك شكله اتحول وبقى وحش اكتر، وبيسأل ريوك كانج وبيقول له الثقة اللي كانت مقوية قلبك دي راحت فين يالا؟ وبيبدأ يهجم على كانج بضربات كتير ورا بعض، وبيصدها كانج وبيرجع جسمه لورا وبيجمع ضربة كمان، ولكن كانج بينزل بجسمه وبيتفاداها وبيبدأ يزق لكمته برجله، وبيجمع قوة في ايده وبيقول له جرب دي بقى، وبيبدأ يهجم عليه بطاقة سحرية كتير جدا. ولكن ريوك ايده بتطلع فجأة من وسط الهجوم ده وبتمسك رجل كانج، وبيقول له ريوك اللي ما حصلوش اي حاجة، خلصت العبط بتاعك ده صح؟ وبيهبط كانج في الارض بقوه، ونائب القائد بيكون مصدوم، وبنعرف انه باقي جنود بطلنا واقعين على الارض، وشكل نائب القائد هو كمان بيتحرك بالعافيه، وبيكون نائب القائد مصدوم من قوه ريوك ده وما كانش يعرف انه قوي للدرجه دي. وبيبدا ريوك ينزل في كانج ضربه بقوه كبيره وبيكون ناوي يقتله، ولكن بيحاول نائب القائد انه يلحق كانج ويديه فرصه حتى، وبيهجم على ريوك وبيكون هجوم فاشل، وبيقدر ريوك يخلصه بسرعه وبيقرب من نائب القائد وبيكون ناوي يدعس عليه ويقتله، ولكن كانج بيلحقه بطاقه سحريه وبيكون
كأنه ما حصلوش اي حاجة. وبيقول له ريوك انت شكلك كده بتتوحم على موتك. وبيقول كانج فجأة ده السبب اللي خلاني مش عايز انزل من الجبل. وبيبدأ يتحول وبيبقى في هيئة ثعلب او قط، مش عارف ايه ده بصراحة، بس شكله كده هيعمل قلق. وهنشوف مستوى تاني خالص من كانج اللي كان قطة واتحول لقط. وبيكون ريوك مصدوم وبيقول له كانج خلينا نشوف بقى قوة تحمل اعضاء جسمك، وشكل كانج هيبدأ يخربش. المهم بنرجع لبطلنا اللي في لحظة حرجة جدا والناس البريئة دي كلها بتهجم عليه. وبيقول بطلنا للنظام انا هستخدم القوة دي لأول مرة. وبيقول للنظام تفعيل المهارة، وبيبدأ يطلع منه ضوء احمر قوي جدا وبيخلي الناس تطير لبعيد وتخاف منه جدا. وبيكون استخدم مهارة خوف التنين واللي بتكون من الرتبة اس، وقوته بتحيط المكان كله وبتوصل لريم اللي بترجع انثى تاني الحمد لله وبتخضع على الارض وما بتكونش قادرة تتحرك ولا تستحمل قوة هالة بطلنا. وبيقول لها بطلنا قلتلك قبل كده اوعي تستسلمي. وبتكون ريم مصدومة انها خايفة من واحد زي كيونج وبتتعصب جدا وبتنفجر قوتها وبتبدأ تكسر الارض من حواليها. وبتبص لبطلنا بنظرة حقد مش عادية وبتقول له انا هخليك عامل زي طبق السلطة. وبيقول لها بطلنا بهدوء يا بنت المجانين. وبتهجم عليه ريم بسرعة بالصخور اللي طلعت من الارض. وبيبدأ بطلنا يتصدى ليها بسهولة وبتتعصب ريم وبتعمل طاقة بنفسجية وبترميها عليه وبتكون شكلها قوية جدا، ولكن بطلنا بيتفاداها وبتكسر الارض. وبتبدأ ريم ترمي صخور عليه تاني. وبيقول لها بطلنا خلصت بقى العبط ده، فبتتجنن ريم وبتقول له العبط ده ماشي. وبتبدأ تستخدم قوة اسمها ليزر الموت وبتقول له خليني بقى اجربها عليك. وبتطلقها عليه وبيتفاداها بطلنا بسهولة زي غيرها وبتتجنن ريم اكتر وبترمي عليه سحر مدموج بكل حاجة وكتير جدا. وبيبعد بطلنا وبينفجر في مبنى قريبة. وبتكون ريم مفكرة انها قدرت عليه بس ده عند ماما يا ريم. بطلنا بيطلع من المبنى عادي خالص وبيكون منطلق بسرعة مرعبة ومتعصب من ريم. والنظام بيكرر رسالة خطأ في النظام. واثناء ما بطلنا بيقرب من ريم اللي هتتجنن انه ازاي مش بيموت بتبدأ تعمل هجوم هي كمان، ولكن هالة بطلنا بيوقف الهجوم بتاعها وبتتعصب ريم وبتهجم عليه بايدها. وبطلنا بيضرب ايدها وبيدمر ايد ريم تماما وبيخليها مش نافعة تاني وبيرميها لمسافة بعيدة جدا. وبنشوف ريم اللي بترجع دم وبتكون هتتجنن اكتر ما هي مجنونة لانها حتى استخدمت ليزر الموت على بطلنا ومش بيحوق معاه. وبطلنا بينزل عندها وبيبص لها بغرور وبتتضايق ريم وبتفضل تقول له ما تبصليش كده، ولكن بطلنا ما بيهتمش وبيفضل يبص لها بنفس النظرة. وريم بتتجنن وبتروح منها خالص وبتقوم وبتهجم على بطلنا تاني. وبننتقل لكانج تاني اللي بيكون عمل ثقب في بطن ريوك وريوك بيرجع دم وبيكون كانج كأنه حد تاني ومش اللي نعرفه دايما وبيتكلم بطريقة غريبة وبيقول له مفيش فرق بينك وبين الانسان العادي يا ريوك. وبيتريق عليه وبيقول له انت انعم من البنات حرفيا. وبيكون ريوك هيتجنن خلاص انه ازاي وصل للقوة دي فجأة. وبيكلمه كانج بطريقة غريبة برضه وبيقول له خنزير زيك مش مهم يعرف ايه اللي حصل لي. وبيقول له ريوك مفيش اي حاجة هتتغير لما تقتلني. وبيقول له كانج بتلهف غريب كده صحابك كلهم اكيد زيك. وبيكون كانج ماسك كرة زهرية في ايده وبيدمرها وبيقتل ريوك. وبيلاحظ فجأة كانج كسور بتحصل في الارض. وعارفين بقى ايه سبب الكسور دي بسبب بطلنا اللي بيمسح بريم ارض المدينة كلها وعمال يضرب فيها برجله كأنها صرصار. وبتصرخ ريم من الألم وبيمسكها بطلنا من دماغها وبيرميها بقوة كبيرة وبينطلق عليها بسرعة مرعبة وبيخنقها من رقبتها. وبيقول لها انا مش فارق معايا كل اللي عملتيه ده، انا اللي فارق معايا انك قائدة نقابة الدرع وكنت سبب في اللي حصل لامي وما عملتيش شغلك في اخلاء الناس ولازم تدفعي ثمن الحاجة دي. وبيتعصب بطلنا وبيقول لها انتقاما للي حصل هموتك بطريقة بشعة جدا. وبيقول لها عايزك تستحملي بقى اللي هيحصل. وبيبدأ بطلنا يرمي فيها هنا وهناك وبتكون ريم مصدومة من انه قوي للدرجة دي وبتقول لنفسها ما ينفعش استسلم كده. وبيهجم عليها بطلنا ولكنها بتختفي قبل ما بيضربها وبيلاقيها طايرة ومتجهة ناحية جثة تنين النار. وبيطير بطلنا بسرعة وراها وبتكسر ريم الازاز اللي جواها الجثة وبتبدأ تطلع طاقة ضخمة جدا وبطلنا ما بيقدرش يشوف كويس منها. ولما الدنيا بتهدى بيلاحظ كائن غريب غير ريم خالص. وبننتقل نشوف تشون اللي بيحارب لسه في سيوكو والاتنين لسه عمالين يبادلوا ضربات لبعض. وبيكون تشون شايل هم الوقت قبل ما يخلص وبيضحك سيوك عليه وبيقول له شكلك تعبت يا تشون. وبيقول له لو تعبت خليني انا اقتلك بنفسي واريحك. وبيهجم بسرعه كبيره عليه وتشون بيبقى مستسلم وبيخلي سيوك يطعنه. وبيقول له تشون مسكتك اخيرا. وبيطلع خنجره بسرعه وبيقطع رقبه سيوك. وبيفضل سيوك ينزف وبيقول له تشون لو عايز تقتل حد بعدين لازم تضحي بنفسك علشان تقتله. وبيكون تشون اتصاب مكان طعنه سيوك اصابه جامده ومش قادر يتحمل الالم بتاعها. وبنرجع لريم وبطلنا وبنلاقي ريم شكلها بقى غريب
غريب وبقت عامله زي الشيطان وبتطير في الهواء وبتقول لبطنة اخيرا بقى عندي قوه تنين النار او بقيت اقوى منه. وبيقول لها كيونج انت تخليتي عن انسانيتك عادي كده، وبتشكر ريم على انه خلاها تاخد القوه دي، وبتقول له انا هخلص البشريه كلها دلوقتي، وبتطلق هاله بتدمر شبابيك المباني من حواليها. وبيقول النظام لبطنة تحذير، الوحش اللي قدامك ده ملهوش مقياس للقوه عندي في النظام. وبتبدا ريم تعمل كرات بنفسجيه كبيره وبتفكر ريم نفسها كده خلاص هتتفوق على بطلنا، وبتقول له اوعى تستسلم او تعيط يا كيونج. وبيضحك بطلنا وبيقول لها حلو الكلام ده، وبتقول له ريم انت بتضحك، وبترمي عليه الكرات الضخمه دي وبيلاحظها كانجو وتشون ويوي وكوجي. وبطلنا بيجمع طاقه هائله في قبضته وبيستعد وبيهجم بسرعه اتجاه الكرات دي وبيمر منها بسرعه مرعبه ولا كانها حاجه. وبيقول النظام لبطلنا ادفع لك قوه الضرر على التنانين بنسبه 50%، وبيوجه بطلنا لكمه لريم في وشها وبيعمل انفجار طاقه بيخلي المدينه كلها تضيء، وبيطير ريم لبعيد وبتبدا تكسر مباني كتير من قوه ضربه بطلنا. وبيكون بطلنا اتجنن على الاخر وبيقول للنظام حدد لي مكان ريم، والنظام بيقول له مش قادر لان الاشاره ضعيفه جدا، وبيقدر يحدد مكانها في الاخر وبيقول له صحتها 1%، يعني لو سلمت عليها هتموت. وبيقول بطلنا خليني بقى اخلص عليها بنفسي، وبيلاقي ان الوقت خلاص هيقرب للميعاد المحدد لتدمير الوحدات، وبيقول له النظام لازم تدمر الوحده اللي انت فيها دي ودي الاولويه. وبنروح ليوي وبنلاقيها بتستعد علشان تدمر الوحده بتاعتها، وبنروح لكوجي اللي هزمت هودوك وفي حيوانات كتير ماتت واتصابت وبتكون بتعيط عليهم وبتتأسف لهم. وبنرجع لبطلنا اللي قرر يدمر الوحدة دي وبيسأل النظام الباقيين هيدمروه في الميعاد صح؟ فبيقول له النظام مش قادر اشوف معلومات عنهم، والنظام شكله فصل شح. وبطلنا اعتمد على ثقته فيهم ودمر الوحدة اللي قدامه، ويوي عملت كده في نفس الوقت وتشون برضو وكانجو وكوجي. وبنلاقي كانج رجع عادي وراح لنائب القائد اللي بيكون بيسأله هل عمل المهمة ولا لا، وبيقول له كانج المهمة تمام، ونائب القائد بيغمى عليه. وبنرجع بقى لبطلنا اللي بيعرف من النظام ان المهمه نجحت، وبنروح بقى لريم اللي انتهت خلاص، وبنلاقي المدير اللي جايب اخوها من ايده بيقول لها حالتك تصعب على الكلب. وبنعرف اخيرا اسم المدير من ريم واللي هو جيمس، وبتقول له عايزاك بسرعه، وبيقاطعها جيمس وبيقول لها لازم تتحملي مسؤوليه فشلك. وبيقول لها جيمس انا جبت اخوكي هنا علشان فكرتك هتنجحي. وبيكون بارك حالته تصعب على القطه، وبتبدا ريم تعيط وبيقرب منها جيمس وبيقول لها خلينا نضحي بيكي لحاجه مفيده، وبيسحب الكريستاله الحمراء دي من صدرها وبتعيط ريم، وبيصرخ بارك عليها. وبنلاقي ريم بتقول لجيمس انت مين؟ وبيقول لها جيمس انت حمارة قوي، الموضوع اكبر منك يا ريم. وبتبدا ريم تتحول لرماد وبتختفي، وبيعيط بارك عليها. وبيكون جيمس تعب من كل ده وبيطلع حجر الانتقال وبيكون هيستعمله خلاص، ولكن هيروح فين الحلو ده؟ بطلنا بيكون واقف وراهم متعصب على الاخر وبيقول له بطلنا انت عملت ايه؟ وفجأة جيمس بيختفي وبيظهر ورا بطلنا وبيقول لكيونج اتقابلنا مرة تانية اهو يا كيونج، وبيكون ماسك الكريستالة الحمراء في ايده وبيقول له بطلنا اديني الكريستالة دي. وبيقول له جيمس انا بقول لك من زمان ما شفتك يا عم، ايه طريقه الكلام بتاعتك دي؟ وبيتعصب كيونج منه وبيقول له انت هتصاحبني يلا ولا ايه؟ وبيقول له جيمس ما اقدرش يا عم. وبطلنا بيهجم في ثانيه برجله عليه ولكن جيمس بيختفي وبيظهر من وراه وبيقول له استهدى بالله بقى يا عم، انت مش هنقدر نتكلم في حاجه لو فضلت تعمل الحركات دي. وبيقول له بطلنا انت هتصاحبني برضو؟ وبيقول له جيمس بص يا عم كيونج احنا عارفين انك قوي لدرجه ما حدش يقدر يفهمها. وبيقول له كيونج بطل عبط ياض انت. وبيقول له فجاه جيمس بس انت عامل زي الضفدع في البير، لازم تكون عارف يا كيونج انه العالم اكبر من كده. وبيقول له بطلنا هتقعد تكلمنا عن الهايب؟ وبيقول له جيمس شكلك سمعت بالحاجه دي. وبيقول له بس انا اقدر اضمك ليها، انا عندي سلطه للحاجه دي. وبيقول له كيونج هي ايه الهايب دي اصلا؟ وبيقول له جيمس دي عرق جديد من البشريه. وبيتصدم كيونج وبيقول له انت بتقول ايه؟ وبيقول له جيمس ده مستقبل البشريه الجديد وحاجه مختلفه عن العبط اللي انت فيه ده كله، لاننا حكام العالم الجداد. وبيقول له بطلنا حلو الحوار ده. فبيضحك جيمس وبيقول له كنت عارف انه العرض هيعجبك. وبيقول له بطلنا لا يا روح امك، انا قصدي هيكون حلو قوي لما ادمركم كلكم. وبينطلق بسرعه الضوء وبيخنق جيمس، وبيتصدم جيمس انه مش قادر يستخدم قدره الانتقال. وبيرفعه كيونج وبيقول له جيمس اللي بدا يختنق انت بترفض عرض الجامد بالطريقه دي. وبتبدا فجاه عينه تبقى حمرا زي ريم وبيقول له مفيش حاجه تقدر عليا في العالم ده. وبننتقل للاسعاف والدعم اللي وصل للمدينه، واليونج بتكون وصلت هي كمان وبتكون مصدومه من اللي حصل هنا، وبتاكد لها واحده من اتباعها انه السحر اختفى من المدينه كلها، وبتؤمر ليونج اتباعها
الاتباع هيحققوا في الباقي ويشوفوا الدنيا هنا، والباقي هيدور على بارك وريم. وبتكون ليونج مش فاهمه ازاي السحر انتهى بالطريقه دي، لانه ريم دي مش سهله برضه. وبتكون مفكره ريم مخططه تعمل حاجه، وبتجري تدور على اي حد، وبتلاقي يوي قاعده على الارض ومنتهيه خالص. وبتروح وبتسالها عن كل اللي حصل، وبتشرح لها يوي، وبتقول لها ليونج انها طورت جدا. وبيلاحظوا فجاه انفجار قوه حصل ورا المستشفى دي، وبنشوف تشون بيسحب اتباعه المتصابين في اكياس وماشي بيهم، وبيكونوا تقال جدا عليه. وبيعدي على كوجي وبتقول له كوجي خليني اساعدك، فبيقول لها تشون بطريقه بارده مش عايز مساعده منك. وبتتاسف له كوجي وبتقول له فجاه والله ما كانش قصدي على اللي حصل. فبيقول لها تشون مش عايزك تتكلمي معايا. وبتحاول كوجي تفهمه، ولكن بيجوا مسعفين وبياخدوا اتباع تشون، وبيلاحظوا برضو كلهم الانفجار اللي حصل. وبنروح لنفس الشخص الغامض اللي شفناه قبل كده، واللي كانت ريم عنده قبل ما كل ده يحصل. وبنلاقي فجاه طاقه ظهرت قدامه، وبيكون بطلنا هو وجيمس قدامه، وجيمس ما بقاش نافع تاني، وشكله خد علقه حلوه من كيونج. وبيكون الشخص الغامض ده متفاجئ ومش فاهم من الشخص اللي بينتقل لهنا. وبيكون بطلنا معاه حجر الانتقال، وبيرمي بطلنا جيمس في الارض، وبيقول له بطلنا كيونج بطريقه انا مش مصدق نفسي انه العرق الجديد شايفني حاجه كبيره كده. فبيضحك الشخص الغريب ده وبيقول له انت شخص مهذب قوي. وبيقول له كيونج انا مش فارق معايا العبط ده كله، عايزك تركز معايا كويس قوي، حاول تستخبى في مكان كده حلو، لانه من اللحظه دي هتتدمر، وكل افراد جماعتك هيتدمروا لما الاقيهم. وبيضحك الشيخ ده ضحكه عبيطه كده، وبيقول له انت شفت نفسك قوي يا كيونج من بعد ما قتلت كام عيل عبيط كده. وبيروح الشخص الغريب ده عند الشباك وبيفتح الستاره، وبيقول له زي ما تحب يا عم، وبيوريه المكان، وبيقول له انا موجود هنا على طول ومستنيك. وبيرجع بطلنا تاني المدينه هو وجيمس، وبيلاقي فجاه ليونج ويوي وتشون وكوجي جايين من وراه، وبيهنيهم بطلنا على شغلهم. وبتتاسف كوجي انها لو كانت لقت ريم اسرع من كده ما كانش كل ده هيحصل. فبتقول لها ليونج لا ما عملتيش حاجه وحشه، وعاش عليكم كلكم. وبيلاقوا فجأة رئيس البلد بنفسه بيجي، وبيقول لليونج خلي لي انا بقى باقي الحاجات من هنا. وبتحييه ليونج، وبيكون بيتأسف عن تأخيره لانه ما بيقدرش يستخدم حجر التنقل زيهم لان ده القانون. وبتقول لليونج بس ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها الرئيس ممكن يكون فيه اعداء هنا، فعشان كده لازم كنت اكون هنا. وبيعمل فيها صلاح الدين الايوبي. وبتقول لليونج بس كان فين الكلام ده وقت زنزانة تنين النار؟ فبيتوتر الرئيس وبيقول لها هو مش لازم نروح مخابئ اخلاء كلنا، وده هو القانون، انت عايزه ايه بقى مني مش فاهم. وبيضحك فجأة وبيقرب من بطلنا وبيقول له انا سمعت عنك وانك مكسر الدنيا. وبيسلم عليه وبيقول له انت جامد زي ما بيقولوا. وبيشكره كيونج، وبيعدي الرئيس من جنبه، وبيقرب من بارك اللي بيكون محصورة على اخته. وبيجي واحد من حراس الرئيس وبيقول له خلي بالك علشان الموضوع مش امان قوي لسه. فبيضحك الرئيس وبيقول له انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ طالما كيونج معانا مفيش اي حاجة نخاف منها. فبتتضايق ليونج، وبيقرب الرئيس من بارك وبيقول له شكلك يصعب على الكلب، بس دايما العداله اللي هتفوز، ومش هتقدر تهرب المره دي من السجن لانه مفيش اي حد هينقذك. وبياخدوه الحراس، وبيقول الرئيس فجاه دلوقتي بقى خلينا نشوف هنعمل ايه في المستقبل. وبتقول له ليونج ما تخافش من الاعلام انا هتعامل معاهم. فبيقول لها الرئيس لا مش قصدي الحاجات دي، حاليا مفيش اي زنزانات بقت بتظهر، وكل اللي حصل ده كان عمل ارهابي من البشر. وبنروح للمستشفى بعد كل ده، وبنلاقي هناك تشون واتباعه، وبنلاقي الجماعه كلهم بيدخلوا على تشون وبيطمنوا عليه. وبتكون كوجي معاهم ومبتسمه لتشون، وبيبص لها تشون بقرف، وبيقول له واحد من اتباعه ما تبطل بقى يا عم الحركات دي. وبتساله كوجي حاسس بايه يا تشون؟ فبيقول لها تشون بقرف انا كويس. فبيحشر كانج مناخيره اكيد، وبيقول لهم هو في ايه يا جماعه انت بتتعامل كده ليه يا تشون؟ فبيسكت تشون، وبتتدخل يوي وبتقول لي كانج يا عم انت مالك انت؟ وبنلاقي فجاه تشون قام وقال لهم انا رايح لهونج كونج. وبنروح لمكتب الرئيس، وبنلاقي هناك ليونج وكيونج بطلنا، وبيخبط فجأة الرئيس ايده في الترابيزه وبيقول لهم من دلوقتي كيونج خلاص ما بقاش في فريق اداره الزنزانات، وهيبقى قائد في الجيش، وهيكون تحديدا قائد للعمليات الخاصه، وهيكون زي النائب العام للجيش. فبتتصدم ليونج وبتقول له طيب والزنزانات والبلاوي دي؟ فبيقول لها الرئيس ما تخافيش، والكلام اللي قلته ده رئيس الموظفين وافق عليه ورئيس وزاره الدفاع الوطني كمان. وبيقول لها انا اللي هشيل البلوه لما تحصل. وبيقول لها لو ما قدرتش بقى فنكنسل كل ده. فبتتعصب ليونج وبتقول له هو احنا بنلعب يا عم انت؟ وبيقول لها الرئيس انا مش شخص مميز زيك يا ليونج، بس هي دي الطريقه الوحيده اللي اقدر اساعد بيها. وبتكون ليونج متضايقه ان كيونج بطلنا كده اسمه مش هيبقى موجود في العامه. وبيحط الرئيس ايده على كتف بطلنا وبيقول له هنبقى معاك في اي حاجه انت عايزها، وهندعمك زي ما عملت لكوريا بالظبط. وبيشكروه كل الرؤساء اللي موجودين، وبتفرح ليونج بالحاجه دي. وبنلاقي ناس وعملاء بره بيراقبوا المكان علشان بطلنا ما يتحركش من نفسه، وبيكونوا عملاء سريين من اماكن مختلفه كتير من العالم.
وبيعرف بطلنا واليونج عن طريق طائر كود جي، وبتعرفهم كود جي انه فيه جواسيس وعملاء كتير بره المكان، وبتكون اليونج متضايقه انهم نفسهم يعرفوا هيعملوا ايه الخطوه اللي جايه، فبيكون بطلنا ممنوع عليه السفر او التحرك براحته، وبيسال كانج ليه ما يقدرش يعمل كده، فبتقول له اليونج لانه مفيش دوله عايزه حد ما تقدرش تتحكم فيه زي كيونج، وبتكون عارفه انهم مش هيسكتوا ويخليه يدخل بلدهم كده، وتشون بيقول لها علشان كده مصرين يعرفوا احنا هنروح فين، وبتقول له اليونج اللي يعرفوه هو السفر من البريه او الطائرات، فهيحاولوا يركزوا على الحاجات دي. فبيقوم بطلنا فجاه يقف وبيقول لهم عندي فكره، وبيبداوا كلهم يتحركوا لبره المكان، وبيكونوا الاشخاص اللي بيراقبوا المكان ده متوزعين في كل مكان، وبينزل الواد ابو شعر اصفر ده وبيركب الموتوسيكل بتاعه وبينطلق ورا عربياتهم بسرعه، وبيكون عاوز يلحقهم قبل ما يروحوا للمطار، وفي عربيه بتحجز عليهم كلهم فجاه وبيكونوا عملاء تانيين، وبينزلوا بيكلموا حراس بطلنا انهم ما بيعرفوش يسوقوا كويس قوي كحجه، يعني انهم ما يعرفوش هما بيعملوا ايه. فبيلاحظوا الاتنين دول ان كل اللي نعرفهم موجودين الا بطلنا، وبيقول لهم ابو شعر اصفر ده يدوروا عليه في المطار بسرعه، وبيسال كانج فجاه هو كيونج راح فين، هو هيجي معانا صح؟ وبتقول له كود جي ايوه مظبوط، فبيطمن كانج وبتبدا العربيات الكتير دي تتحرك وبيوصلوا للمطار، وابو شعر اصفر ده بيلف على بطلنا وبيدور عليه، وبيلمح اصحاب بطلنا وبيجي شخص وبيديله تذاكر بسرعه كبيره علشان يلحق يروح معاهم ويعرف هم رايحين فين، ولما بيقرب من اصحاب بطلنا ما بيقدرش يلاقي كيونج معاهم، وبيمسك فجأة تليفونه وبيلاقيه طالع في التلفزيون، وبيكونوا عملوا كده علشان يخدعوه، وبيكون الواد ده هيتجنن وبيركب الطيارة معاهم، وبنلاقي الرئيس قلقان على كيونج، واليونج بتقول له عيب عليك يا عم ده كيونج برضه، وبنلاقي كيونج بقى مش راكب طيارة ده راكب الجو بنفسه وطاير للبلد التانية بسرعة مرعبة، وبيقول له النظام هقول لك فين طريق هونج كونج بالظبط، وبيكون بيرشده للطريق، وبيقول بطلنا كيونج في نفسه انه هينتقم من منظومة الهايب دي، وشكله كده هيعمل قلق. لو عايز تعرف هل منظومة الهايب دي او ايا كان اسمها فعلا قوية وتقدر تواجه قوة بطلنا، وايه اللي بطلنا هيعمله في الاحداث اللي جاية، وايه قوة كانج الغريبة اللي ظهرت دي، وايه المشاكل اللي حصلت بين تشون وكود جي، وخلت تشون متضايق جدا من كود جي، كل ده هنعرفه في الجزء اللي جاي، اللي لو عايزه ينزل بسرعة اتفاعل مع الفيديو والقناة كلها علشان نوصل للقمة في اسرع وقت، وتصلي على النبي لانه دي اهم من كل ده، ويلا السلام.